ده اعلى مكتب اداري هيجيب لك ايجار في مصر، ومش هبالغ لما اقول لك ان المشروع ده اعلى عائد على الاستثمار في مصر حاليا، وهتعرف دلوقتي ليه. اغلى ايجار في المكاتب الاداريه حاليا في مصر هو شارع 90 الشمالي، اللي فيه اكبر الشركات المالتي ناشونالز في مصر زي نسله وبيبسي ومايكروسوفت وجوجل وشركات غيرها كتير، وده مخلي الطلب على المكاتب الاداريه هناك بيزيد كل يوم. بس بسبب زحمه الشركات بقى في مشكله كبيره بتقابل كل الموظفين هناك، وهي ركنه العربيه. كل الناس اللي بتشتغل في شركات في شارع 90 بتعاني من مشكله انه يعرف يركن عربيته، ولو شركه بتشتغل في اي مجال وبيجي لها عملاء بتبقى مشكله كبيره ان العملاء يعرفوا يركنوا عربيات، لغايه ما جه المشروع اللي بكلمك عليه النهارده وعمل حل عبقري. المطور قرر يضحي بنص مساحه المباني تقريبا ويعمل لك مبنى كامل جراج. ايوه زي ما سمعت كده، المشروع معمول على مساحه ارض 14300 متر على شارع 90 الشمالي على طول، وعباره عن مبنيين. المبنى اللي على 90 هو اللي فيه المكاتب، والمبنى اللي في ظهره كله جراج وبيسع 1200 عربيه، والمبنيين مربوطين ببعض ببريدجز. يعني حضرتك هتركن عربيتك في الدور اللي مكتبك فيه وتدخل على مكتبك على طول. الدور الاداري فيه 36 مكتب، اجمالي مساحتهم كلهم 2000 متر. تخيل بقى ال 36 مكتب دول معاهم في نفس الدور 200 باكية جراج. انت مش متخيل الموضوع ده هيرفع قيمه المكاتب دي ازاي. انت لو هتأجر مقر اداري وقدامك مبنى زحمه عادي ايجار المتر 1200 جنيه، وقدامك المبنى ده ايجاره 1500، هتختار ده لانه حللك مشكله كبيره جدا، هتوفر عليك اكتر من اللي هتدفعه زياده في الايجار. مش بس كده، ده انت في اكتر مربع لاكشري في شارع 90 الشمالي كله، جنبك ووتر واي وميد لين ونوكس، وده اصلا اغلى مربع بيتأجر في 90. واللي يثبت لك بقى قوه المطور والمشروع اللي نازل بيه انه مش عارض اصلا محلات الدور الارضي للبيع، جايب شركه داسيفر، ودي الشركه اللي مشغله مول جاردن 8، وده من اغلى المولات اللي بتتأجر في مصر. وخلي بالك المطور ده سمعته كويسه جدا، ومتخصص في المباني الاداريه والبنوك، وعامل اكبر بزنس هاب في العاصمه الاداريه، فالمكاتب الاداريه دي لعبته اصلا. طيب المساحات والاسعار، مساحات المكاتب بتبدا من 50 متر، والاسعار بتبدا من 10 مليون جنيه، يعني سعر المتر تقريبا 200,000 جنيه، وده سعر اقل من منافسينك في نفس المكان، مع ان المشروع اقوى منهم بكتير. مقدم 0% وتقسيط بيوصل ل 10 سنين. خليني اقول لك ان المكتب ال 50 متر لما تستلم بعد 4 سنين هيجيب لك ايجار في السنه بالميت 1,200,000، ومش هتكون دافع ثمنه كله، وهيتأجر على طول. ده انت هتلاقي الشركات اللي مأجره جنبك بتسيب مقراتها وتيجي تأجر عندك بسبب ميزه الجراج، غير طبعا كثافه المكاتب القليله ومستوى الخدمات. وهفكرك دي هتبقى اغلى مكاتب بتتأجر او بتتباع في التجمع كله. عايز تعرف العائد على الاستثمار هيبقى قد ايه بالظبط خلال ال10 سنين؟ ابعت لي رقمك في رساله، وهبعت لك على الواتساب شيت بيحسب بالظبط الROI وهتكسب قد ايه خلال 10 سنين. ويا ريت تبعت لي رقمك في رساله مش كومنت عشان تحافظ على سريه بياناتك. انا سامي صمويل، وما تنساش تعمل فولو.